يلا دكتور خلينا نروح. ليه يلا. شو عم يعمل الدكتور هون؟ بدك تصبر لحتى يطيب ابني يزن. ما رح تخسر شيء ابدا. رويدة، وين كنتي؟ كنت عند امه لمجد. بلا اذني ما بتتحركي بنوب. انت هون ما فيك تساوي اللي بدك اياه. رح تتعاقبي لانك ما نفذت التعليمات. روحي خليكي عم تحرسي الاسرى. يلا لشوف يلا بأمرك معلم. بسرعه. هلا هي الطريقه يلي بدك تعاقبها فيها؟ هي عقوبتها انه لازم ترصل شوي، ما بدنا نقسى عليه اكثر. بس هيك انت بتكون عم تميعها. انت لا تتدخلي. كان مبين انه رح يصير هيك. لا تزعلي، جوزك انقتل كرمالنا، وهلا هو واحد بطل ضحى بروحه وهو عم يدافع عن التنظيم. قبل ما انسى، ترك شي زوجك عندك شي امانه للتنظيم؟ لا ابدا، ما عندي فكره. حاولي تتذكري شي شنتايه اخذها عن طريق التنظيم، انت دوري عليها. لا ابدا، بحياتي ما شفته مفوت شنطاي على البيت. لا تزعلوا يا شباب. من هلا ورايح ما في عنا اب، مين بده يهتم فينا؟ لا تاكلوا هم، انت من هلا ورايح برعايه التنظيم. قد ايه صار عمرك؟ 15. وانت؟ 14. ابوكم مات بطل، كثير زعلنا عليه، بس بوجودكم ما رح يفضى محله، واذا بدكم شيء قولوا لي. لانه انا والتنظيم رح نكون تحت امركم دائما. يلا. يا ربي تساعدنا. انا شلون بدي ادير بالي على هالاولاد يا ربي؟ لا تزعلي، التنظيم راح يساعدنا. ايه، وشو صار بعدها؟ يلي صار انه شقتها وكبتها بوشه، اكيد ما رح تقول له شكرا. صحيح اللي عم احكيه راجي؟ لك شبك ما تحكي. إيه، انا بعمري ما عاد احكي مع حنان، وهي كمان جرحتني. لا تاكل هم ابدا، ما في غير حنان بالضيعه. ليش انا فيني انساها؟ انت شو فهمك؟ الحب صعب. بدك نصيحتي، ضل عم تحاول ولا تقطع الامل، لانه مبين انه حنان طابسه فيك كثير. صحيح والله كمان والله هي كمان بتحبها. اسمع مشان تصدق، الكل رايهم هيك، مالك سمعان حكيهم؟ انتوا عن جد عم تحكوا؟ والله بتحبها. ما قلت لك هالحكي، ليش شو مفكر؟ يعني انت ما عندك ثقة بحالك تحبها يا عبدو؟ لكن شو؟ حنان بتحبك وبتموت فيك، يعني ما لازم تيأس بسرعة، بس اوعك تتصرف غلط لانك تنزع كل شيء. شلون يعني غلط؟ بالله انك تعطيها وش وانتبه تدلق حالك عليها، ولا بقى تكتب لها رسائل، يعني لازم انت تزبلها للبنت. وبعد ما يزبلها؟ ايه والله. وبعدين؟ من هلا ورايح ضربها الصفة مع ابوها، وحاول انك تتقرب منه، وبعدين بتروح وبتطلب البنت، ومتى ما وافق ابوها يعطيك اياها اعتبرها لحنان صارت عندك. والله انت ساوي اللي عم لك عليه وما بتندم. والله الله عليك، الله يخلي لي اياك ويديمك فوق يلا الله معك، روح وورجيني شطارتك. يعني ليش عم تتمسخر على المسكين؟ مو حرام عليك؟ والله انت عرنا سكوتك، لا تعمل لي اياها قصه، يعني شو فيها اذا تسلينا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يا اهلين وسهلين، والله نورت البيت. اهلين فيك. عليك. صرنا زمان عم نستناك. قل لي شو الاخبار؟ انت شو سويت؟
ها، لقيت المختار اللي حكى عنه الآغا؟ لقيته يا عمي لقيته، طلع الزلمة ميت. لا تقولها. يعني هلأ شو بدنا نساوي؟ نحن ما رح نقدر نلاقيه لحسان، مين بيعرف وين أراضيه؟ المختار عنده ولد وبيعرفه للنقيب مصطفى. ايه، وشو حكى لك؟ قال وقتها كان كتير صغير وما بيتذكره للنقيب مصطفى. يعني ليش عم تقلي كل هالحكي الفاضي؟ ايه ايه ما بدي تعصب. ابن المختار دلني على استاذ ساكن بضيعة تانية. قال الاستاذ بيعرفه منيح لابن الدكتور، وهلا نحن لازم نلاقيه. طيب وانت شو عم تستنى؟ يلا روح دور عليه. ماشي بتأمر. لك صدقني ما رح تستفاد من كل هالشي، لا تعذب حالك. حسان ما رح يلتقى. حاجتك بقى جنان؟ ما رح وقف، لازم لاقيه. ما بكون حميد اذا ما بجيب حسان لعندي، ورح تشوف. ديالا، حطي له السيروم فورا. حاضر. منيح اللي لحقنا نعالجه. هذا بفضلك يا دكتور، يعني لو ما انت ركبت راسك وعرضت حياتك للخطر ما كان يزن هون. الله يرضى عليك ويخلي لنا اياك فوق راسنا. لو كنت انت بالمدينه كنت كسبت مصاري كتير، مو هيك؟ هالشي مو صحيح ابدا، بس الواحد ما في يكسب دعوات وين ما كان. والله انت معدنك ذهب يا دكتور وما في مثلك. خلينا بالمهم، لازم نلاقي لك محل تضل فيه. لا تاكل همي، انا بدبر حالي. هون في عندي قرايبين كتير، بس انا رايح اربط الخيول وراح ارجع مشان اطمن على الولد. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلين. ديالا، ايه اعطيه هذا اللقاح بالله، رح روح شوي. ليش انت لوين بدك تروح؟ على المدرسة، بدي اشوف زينب. طب انت ليش مستعجل؟ مو لازم ترتاح شوي مشان صحتك؟ معلش مو مشكلة، لازم اشوفها بالاول. اهلين عم ابراهيم، شو اخبارك؟ اهلين، في مجال ناخذ من وقتك دقيقة؟ في موضوع كتير ضروري. في مجال بعدين، انا مضطر روح هلا. كلها دقيقة وبعدين روح. يعني الموضوع بيتعلق برابعة خانم يا دكتور. امي صاير لها شي؟ لا تقلق، خير ان شاء الله. بس رئيس المخفر اجى لعندك وما لقاه، راح لعند المختار وسأل عليك. ترك لك عندي هالهوية. ليكون امي ماتت. لا تحكي هيك يا ابني، على القليل افهم شو القصة. الشرطة لقت مغارة تابعة للإرهابيين، وهاي الهوية كانت مع الأغراض اللي لقوها. بس قالوا الضابط رابعة خانم لساتها عايشة ورح يعملوا جهدهم يلاقوها، وقال انه الدكتور لا يشغل باله. الموضوع زعجه كتير. يعني معقول ما ينزعج يا خانم؟ هي امه. ايه والله عم تحكي صح، يمكن ما تلتقى، وقتها بتكون الطامة الكبيرة. ليش عم تفاول؟ يمكن ماتت من زمان. امي يا امي. ليش عم تبكي؟ تفائل بالخير. يعني لو صاير لها شي كنا درينا بسرعة. ليش تتفكر بشي مو صاير يا ابني؟ اشتقت كتير لأمي. بالغياب عرفت شو معناته انه الواحد يفقد امه. أنا متأكدة إنه رح يلاقوها. صدقني ما في داعي تبكي. شلون ما ابكي؟ انت بتعرفي شو معناته الواحد يفقد امه؟
هي اللي جابتني على هالدنيا وربتني. يا الله إذا بيصير لها شيء. لا تبكي يا ابني، أنا موجودة. اعتبرني أنا بمقام أمك. بعتذر منك، فجأة انهارت أعصابي. خالتي سناء أنا صار لازم روح. خالتي؟ شو هاي خالتي؟ أنا أمك يا ابني. ما عاد فيني أتحمل هالوضع. لازم يعرف، ولازم يعرف إنه اسمه الحقيقي حسان. ما عاد فيني أتحمل كل هالعذاب. لازم يعرف الحقيقة. وما زالت تستمر عمليات إحراق السيارات، وبعد عمليات هكاري تم إحراق 60 سيارة في منطقة اسطنبول، وصرح بهذا الشأن السيد وزير الداخلية. نعم، حلال عليهم جماعتنا، زرعوا الخوف بقلوب العالم، هيك بيصيروا بيحسبوا لنا حساب. فهمت عليك، بس قل لي شو راح يطلع من حرق السيارات؟ يعني شو بده يطلع؟ كل السيارات اللي عم نحرقها واقفة بين البيوت، هيك تعتبر الدولة مسؤولة. يعني نحن مكمل شغلنا وما دخلنا بحدا ما؟ ايه رح نكمل. ما بعرف ليش العشاير ما عم توقف معنا، ما في غير هالكم عشيرة اللي عم بيساندونا. ما قلت لي شو صار معك؟ مو على اساس اجتمعت معون؟ لك شو بك صفنت، عم بسألك شو صار بالاجتماع. والله انه الشيخ ابراهيم راكب راسه وما بعتقد يوافقوا، بدهم يساووا مثل ضيعة غزلجة. ايه، واذا عارض الشيخ ضيعة صارصو ما رح توقف معنا، واذا هنن ما وقفوا معنا كل العشائر ما رح ترد. ايه والله معك حق يا زيدان. لا مش واطين، انا ما قربت لهم على المدرسة، قلت مشان ما يحطوا حجة ضدنا. بس يلي بعرفه الدكتور يلي عمل هالاتفاق معك. لك اتفاق شو؟ الدكتور عم بيكذب. يعني طالما هن ضد تنظيمنا بدي ورجيهم، بدي هد المدرسة فوق روسهم. وهلا دوركم يا شاطرين، اكتبوا كل شيء كتبتوا على اللوحة، هدول وظيفة لبكرة. لا تطلعوا صوت، أنا هلا برجع. طارق، أهلا وسهلا. أهلين هلا. تعرف إنه قلقت عليك؟ زينب اسمعيني منيح. شو بك؟ ظاهر تعبان كتير، كأنك كنت عم تبكي. زعلان على أمك ما هيك؟ دريت إنه جابوا لك هويتها قبل شوي، بس لا تشغل بالك، أنا متأكدة إنه رح تلتقى. بتمنى هذا الشيء. بدي إياكي بموضوع تاني. أنت لازم تسكري المدرسة كم يوم. ليش بقى؟ زيدان ورجاله بضيعة فارغنيز وممكن بأي لحظة يجوا لهون. ما على أساس عملت اتفاق معه؟ هذا الاتفاق ما عاد له داعي يا زينب، لازم تردي علي. طارق، ما فيني سكر المدرسة. ما فهمتي علي، هن بس كم يوم وبعدها بترجعي بتداومي. بس أنت يلي ما عم تفهم علي. إذا بيدروا الأولاد إنه سكرنا المدرسة لأنه في إرهابيين بدهم يحرقوها، بدهم يخافوا، ما رح يرجعوا أبدا. تعبت كتير لجمعت هالعدد. بعرف هذا الشيء، بس مضطرين نساوي هيك. خلص أنت لا تقلق، ما رح يصير شيء عليهم، ورح يلاقوا لك أمك. لا بقى توجع راسك.
يلا انت روح هلا ارتاح. يلا. انت تعال اجمع لي الشباب بسرعة ويكونوا جاهزين للحركة. قول لهم انه ينتظروا مني خبر. يلا. امرك معلم. بسرعة انت وياه. يلا. رويدة بتحطي ببالك انه الاسرى بامانتك. ماشي. رويدة انتبهي كتير. ولا يهمك. شو عم نستنى لحتى نهجم على الضيعة؟ ناطر ليجي بديع ويخبرني. وين الشنطاية؟ وين بدها تكون اختفت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا فكرة وين رحت وتركتني؟ فكرة يا فكرة. وينهم هذنك جماعة التنظيم؟ وينهم؟ مالي شايف حدا فيهم بالجنازة. اوعك تجيب لي سيرة التنظيم على لسانك، لأنه هدول كانوا السبب ورا موت أبوك. يلا احكي لشوف يا عمرو اغا، شو هالشي الضروري اللي بدك تشوفني مشانه؟ اسمع يا بيك، انت بتعرف انه نحن ما منخالف اوامر التنظيم، بس جماعتك خدعونا يا بيك. عبوا جيوبهم بحجة تسليح التنظيم ونشروا الارهاب. كل شيء امرتونا فيه نفذناه وما قصرنا بشيء ابدا، مو هيك؟ بس انتوا ما وفيتوا بوعودكم معنا وضحكتوا علينا. مو على اساس بدك تخلي الحكم بايدنا؟ وعدتنا، بس الالتزام كان من طرفنا نحن، مو هيك؟ وانتوا خنتوا الاتفاق، يعني خدعتونا. عمرو اغا، يلي بيسمع على الحكي بيقول يا حرام انتو شو مساكين والقطط بتاكل عشاكن. على اساس انتو ما عم تخدعوا العالم ابدا، وعلى اساس انتو كتير هاممكن مصلحة الضيعة. اذا فيك تضحك على العالم كله ما فيك تضحك علي. يعني انتو ما حبيتوا جيوبكم من المخدرات وتجارة البشر والنصب والاحتيال، ما تحكي، ليش سكتت؟ المهم لا تشغل بالك، على فكرة في مشروع جديد معروض علي ورح بيفيد الكل. مشروع؟ وشو هو هالمشروع؟ الكل بيعرف انه هالناس في عندها نقطة ضعف اتجاه الدين تبعهم. هدول لما اللي بيتعلق الموضوع بالدين بيخرس وما عاد بيطلع حسن. صار لازم نأسس تنظيم له طابع ديني وخلي كل اهل الضيعة تنتمي له. يعني بدنا نعمله يكون باسم الدين وكل العالم مقتنع فيه وما حدا بيقلنا وينك. من جهة تانية يلي رح يشرف على هالتنظيم ناس كتير اذكياء ورح يكون مخطط لكل شيء قبل بوقت. يعني رح نحاربهم بسلاحهم ونفوت عليهم من باب الدين، بس لازم نعرف شو هو الوقت المناسب لحتى نسمم افكار الناس ونفجر قنبلة التعصب الديني ونحن عم نتحكم من بعيد. ايه منيح، بس هالشي شو رح يفيدنا نحن؟ عمرو اغا، يعني هالمشروع اذا منساويه وبيمشي من هون لسنتين وضع الناس كله رح يتخربط. رح تسألني شو رح نستفاد من كل هالشي اللي عم نعمله؟ رح نفرق الناس عن بعضها ونخليهم يلتهوا بمشاكلهم وما يعرفوا شو عم يصير، ونحن منصير نشتغل على نار هادية وهيك بنكون عم نسهل الطريق علينا. بس لازم انتو تساووا يلي عليكم، فهمت علي؟ ونحن بهالطريقة بنكون سيطرنا على كل الناس. وقتها بتصير الامور مثل ما بدنا، بس انت لازم تتصرف صح لانه الخطأ بيروح كل تعبنا. ايه طيب شو المطلوب منا؟ بدي العالم تخاف منكن وتحسب لكن حساب وما يرفعوا راسهم بوجهكن، وقد ما فيكن فرقوا بيناتهم. يعني يلي بدي اياه منكن انه تهدوا كل شي بخلي العالم توعى.
بدي تسحبوا منهم كل قوتهم، وما بدي ولا واحد يسترجي يطلع فينا. لازم نعيشهم بالذل من ما نخليهم يعرفوا شو عم يصير حواليهم. خالة سناء قعدي ارتاحي. ما بدها، يعني هيك أنا مرتاحة. مرضانة شي؟ لا أنا منيحة. ديالا عطيتيه الإبرة؟ ايه عطيته اياها. بعد إذنك، في موضوع كتير مهم بدي أحكي معك. أي تفضل احكي، أنا عم اسمعك. رح اترككم لحالكم. شوفي خالة سناء، صاير معك شيء؟ شو رأيك تقعد بالأول؟ ماشي. تفضلي خالة احكي. يلي بدي أقوله بيكون أحسن لو فوت بالموضوع بدون مقدمات. أنا عندي ولد اسمه حسان. بعرف. حسان بيكون أمي رحت على البيت ولما ما لقيتك جيت لهون. شو صاير؟ ليكون رمزي عامل لك شيء؟ لا أمي لا، القصة أكبر من هيك. خالي هي بنتك؟ ايه اسمها خديجة، أكبر من نرمين. ايه تشرفنا. خديجة شو بدك تحكي؟ هلأ بقلك، تعي شوي. تعي. تعالي لنروح نجيبها بسرعة. ولك انت ليش ما جبتيها معك؟ مين قال لك ما حاولت؟ بس ما رضيت تجي معي. اصلا هي صارت بالتنظيم الارهابي. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ لك انت عرفانة حالك شو عم تخبصي؟ نرمين شو إلها شغل معهم؟ شو دخلني لتعصبي علي؟ لو شفتيها شلون صايرة، قصة شعرها ولابسة مثلهم وحاملة بارودة، لا ومغيرة اسمها كمان. نرمين كيف هيك بهون عليكي؟ أنا شو عملت لك؟ لك ليش رحتي لعند هالوحوش؟ أنا رايحة لعندهم لجيبها. ما رح ترد عليكي، قالت لي ما رح ترجع. مين بيعرف هالوحوش شو قالوا لها؟ لا ما بتركها معهم، ما بتركها بين هالخونة، ما فيني اتركها. خالة سناء. مشان الله اتركينا نروح، والله في عنا عيلة وولاد. ما فيني ساوي هالشي، رجع لمحلك، هي أوامر المعلم. يا روحي، يا ريتني فيقتك قبل ما أطلع. لو بستك آخر مرة كمان، يا ريتني شميتك، لو حضنتك منيح. وأنا عندي 3 بنات. لإمتى بدكم تضلوا تأذوا العالم؟ صدقيني كل هالشي على الفاضي. والله إنه حرام عليكم. طيب قولي لي شو آخرتها؟ مشان هالكم رصاصة اللي عم تقوصوها وعم تخربوا البيوت. شوفي يا أختي، بشو أحلف لك إنه ابني مريض؟ مشان هيك لازم روح، هو بحاجة أكون جنبه. ساعديني خليني روح شوف ابني. الله يرضى عليكي، بهون عليكي يموت ابني. مبين إنك بنت مرباية. خلص اتركيهم، استسلمي للدولة. فكري منيح، حرام عليكي. والله لساتك بعز شبابك.
هدوا محلاتكم على أساس إيديكم مربوطين. رشا روحي اطمني على رويدة. ليش شو صاير لها؟ ما سمعتي شو عم بحكي؟ لأني بعتت كل الرجال، شو بده يطلع بإيدها تساويه؟ مشغول بالي عليها. لا تخاف ما فيها شيء، رجال مربوطين. أنت صايرة كتير غيورة ها؟ بتضل بتدافع عنها، أنا متأكدة إنه في سبب. خليكي، أنا رايح أطمن عليها. كان كتير برد. ايه والله شو بدنا نساوي؟ والله امبارح بالليل بردت كتير وقت الحراسة. معك حق كان برد كتير. حسيت حالي رح اتجمد. وأنا؟ واليوم نفس البرد. يلا الحقوني. شو مفكرة حالك عم تساوي؟ فوتي لجوا. فوتي. شو يعني انت حابة تموتي؟ لك ليش ما عم تردي؟ ما دخلها. انحصرنا وبدها تاخذنا على الحمام. صحيح البنت ما دخلها. والله شو شايفني بريالي؟ بدك تروح وايديك مفكوكة ما هيك؟ دولة تاخذ هدول ما خلقتي. يلا امشي عمرك معلم. لا تنسوا تربطون. يلا روحوا لا. تحرك. روحوا لا. اسمعي شو بدي لك، بدي دفعك ثمنها. شو رأيك أنا يلي دفعت ثمن؟ بعد. انت لا تتدخلي فيها. يلا روحي بسرعة لشوف. لهلا لساتك عم تدافع عنها؟ ما قلت لك انه انا بعرف اتعامل معها؟ انت لا تتدخلي ابدا. بديع تعال بسرعة. عمرك معلم. روح لعند رجال واجمعهم. خير شو في؟ لانه هلا بدنا نهجم على ضيعة صارزو. يلا بسرعة. يعني انت ما بتفهم بالحكي؟ انت مالك من مستوانا، حاجة بقى تستناني. اطمني انا مالي قاعد هون مشان استناكي، عم بستنى المختار. واحد راح يشوف له شغل مع ابيه. انت ما دخلك. السلام عليكم مختار. وعليك السلام. لك بعد هيك شو عم تسوي؟ يا مختار. العمى شو بدك ولا؟ شو بدك؟ جاي مشان اشتغل عندك يا مختار، وشو ما بدك شغلني. بس انا ما بدي شغيل وما معي مصاري اعطيك، روح انت التهي بالطرش تبعك. انا ما بدي مصاري منك، يلي بدي اياه اني اخدم المختار اللي بيعتبره بمقام ابي. اساسا ما في حدا بكل هالضيعه ممكن انه ينخدم غيرك. يا عيني، ولك انت عرفان شو عم تحكي؟ انا عم احكي الصراحه، انا ما في خدمه الا وعملتها للضيعه. اسمع هالكلمتين يا عبدو، انا ما هعطيك ولا قرش، فهمان علي؟ يعني بكفيني انك توافق. طيب انا موافق. هات ايدك لبوسه. الله يرضى عليك. يلا فوت. يلا. ولك شو عم بيصير؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خير سعيد، ليش اجيت؟ لأنه مات أبي.
بعرف هالشي. يعني هلا انتوا قاعدين لا شغله ولا عمله، ليش ولا واحد فيكم اجى حضر الجنازه؟ وطي صوتك. ليش بقى؟ يعني ابي شو عامل لكم؟ شفتوا منه شيء لحتى تركتونا لحالنا؟ على القليله تعوا ساعدونا بهالظرف. شوف حبيبي، يعني صحيح ابوك ما سوالنا شيء ابدا، بس ابوه خان التنظيم يلي عم يدعمنا، ما بتعرف هالشي؟ حط عينه على مصاري التنظيم، ابوه خاين لانه سرق مصاري التنظيم، حرامي. ايه بس انا ابي ماله خاين ابدا. جاهزين معلم؟ هدول احسن رجال عنا. انت ورشا ورويدا خذوا الاسرى، ولا تنسى تاخذ باقي رجال على المعسكر الثاني، ماشي؟ وهنيك بنلتقي. جود جهزون. حاضر. يسار دور. الله معكم يا شباب. يلا لشوف. كود انت وياه. كود. موفق زيدان. دير بالك على حالك. مع السلامة. الله يسلمك. ليك شو فيها؟ وينها؟ ليك هنيك، شو فيها؟ عند الشجرة. طيب مثل ما اتفقنا، يلا روحي جيبي بارودة رمزي، وأنا كمان رح أروح جيب نرمين. أمي مانك شايفة مثل القلعة؟ جوا معبى رجال، شلون يعني بدك تجيبيها؟ الله كبير يا خديجة، يلا روحي. بموت وما بخليكي معهم يا بنتي. نرمين ما راح اتركك مع هدول الظلام يلي ما بيخافوا الله. انت ترك من ايدك، انا بدير بالي على الولد. هالشي اللي عم تعمله بحالك حرام، لازم ترتاح شوي. لا تاكلي هم، أنا منيح. دكتور دكتور خير، شو في؟ الإرهابيين جايين على الطريق. طيب هلا مين بده يقرا لي اللي كتبتهم على اللوح؟ يلا حبيبتي قومي. أنا أحب بلادي. بعد فيك، لا بعد بس بعد لك بعد. Bir vatan bırakın biz çocuklara, ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla. Oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele el ele verin çocuklar. Oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele el ele verin çocuklar.
خليك هون انت وياه لا تتحركوا ماشي؟ حاضر معلم. أنا كم مرة قلت لك ونبهتك؟ كم مرة؟ بس الظاهر إنك ما بتفهمي. يلا اختي شوفوا شغلكم. خلي الأولاد يطلعوا. يلا شوف. طلعوا يا أولاد. بسرعة اطلعوا. لا تأذيهم. لا تأذيهم. أنت مين مفكر حالك؟ روح من هون. السلام عليكم دكتور. إن شاء الله خير. شو صاير؟ أنا ما نبهتك؟ بدي أعطيك درس ما تنسيه طول حياتك. عم تفهمي وليك؟ بدي كسرك إذا بتفتحي المدرسة. الظاهر ما رح تفهمي لحتى اجلي شي ولد. شو بدك فينا؟ جود خليهم يشوفوا شغلهم. يلا يلا تحرك انت وياه. أنت صار لك شيء؟ ستي أنت علينا. أنت شو صار لك؟ يا أنت شو علينا؟ عجل يا جود. يلا عجل. يلا أنت أمي إن شاء الله. أنت حبسونا إن شاء الله عنك. أنت مشاني أمي. يا سعد حلونا. يا عسل. أمي يا عسل. الله يهديك ويبي. يلا يلا خلونا نمشي قبل ما يجي حدا. يلا نشوف. يلا بعده هيك. بعده نشوف. يلا جود. ايه معلم؟ هو مش عايز اطلع من جوا. حدا يقرب لهون. يلا شعور ورا. كلياتنا نشوف. حدا يقرب. بعده هيك. يلا بعده هون. هيك عم. انا حذرتك من قبل. انت ما كان لازم تخلف بوعدك. حق عليك. يلا خلونا نروح. يلا بسرعة. الله يوفقك. الله يخليك. هاتوا يا شباب. حدا يعمل طيبة. حدا يعمل ولادي يا دكتور. يلا